السلام عليكم. ايه يا زميلي عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا دلوقتي بصور فيديو انزله على اليوتيوب، يعني موافق تطلع معايا ولا لا؟ فكرة الفيديو اني هدخل اسال الناس ايه افضل 5 افلام بالنسبه لهم. ايه افضل 5 افلام بالنسبه لك؟ ماشي، بص مش مهم تكون مصريه او اجنبيه، بشكل عام. تمام. لسه برضو عسل اسود. ماشي، عسل اسود الاول. اكس لارج. انت مكمل مع احمد حلمي؟ تمام ماشي. خد وقتك عادي. السلام عليكم. سامعني؟ بقول لكم ايه، انا بصور فيديو دلوقتي هنزله على القناه بتاعتي، يعني موافقين تظهروا معايا ولا لا؟ ايه يا ابني الرزاله اللي انت فيها دي؟ عرفينا ايه افضل 5 افلام بالنسبه لك؟ افضل 5 افلام، مش مهم اجنبي او عربي. يا دي النيله. مش مهم اجنبي او عربي، بشكل عام افضل افلام بالنسبه 5 افلام بالنسبه لك بشكل عام. صبرني يا رب. بشكل عام. بص هاري بوتر. هاري بوتر. لا هو هاري بوتر هاري بوتر بكل اجزائه. افضل واحد ولا هو الخامس؟ هو الاول. تمام ماشي ماشي، كملي. الباقي هاري بوتر، بادي دكارت، انتر. ايه تاني؟ فاضل 2. ماين كريم. لا برضو ممكن كونجورينج وانسيديوس. اعرف اسبابك بقى. هاري بوتر اولا هاري ليه؟ بوتر عشان اكتر، عشان وكلكم اما بحبكم كلكم. انا اروح عند ام مختار ما فيش ام مختار تعالى لي هنا. ايه افضل 5 افلام بالنسبه لك بالترتيب مع الاسباب؟ ده الاول. تمام ماشي، والتاني والتالت. فيلم اللي هو كان حركة جنون. ماشي، والخامس؟ احنا قلنا الاول تاج، ثم البعبع، ثم حرب كرموز. كده بقى 2. ماشي، ليه اخترت تاج الاول؟ سامعني ماشي. واقف مصدوم في مرايتي، حبايبي اللي قتلوني في حكايتي، بحاول اخبي دموعي. اتفضحت يا دودي، اتفضحت. طيب يا سيدي شكرا. انت بقى ايه افضل 5 افلام بالنسبه لك من الخامس للاول؟ طب صحت مخت خد فوق وتحت، لو جيت ورحت مش هتجيبني. الخامس والرابع؟ اسمه ده المركب. ماشي. فصل ونعود. ماشي، فاصل ونعود. التاني والاول بقى؟ كرم. والاول؟ حرب كرموز. ماشي. تعرف تقول لي اسباب حبك للافلام دي يعني ولا ايه؟ ممكن بسبب اللي هو في اكشن يعني انت بتحب الافلام الاكشن يعني. حرب كرموز برضه كذلك. والمركب؟ المركب مش عارف، ملوش فكرة الصراحة. فصل ونعود. القصة الأساسية. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. عجبتك قصته يعني؟ ايه افضل 5 افلام بالنسبه لك؟ فيلم مش مسلسل. مسلسل ده. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالك. الخامس؟ انا عايز 5. ماشي كده 1. البرنس.
ماشي. ثالث انت عيل ايه يعني الغطاسه بتاعت امك دي. حط صوت ايه يا رب يا رب استرها معايا يا رب، انا واحد مش فاكر اي حاجه. البرنس وايه تاني؟ تمثيلية مش فاكر خلاص عادي. والروح يا مجروح تقول لي حلوة أصلحك الله الحلاوه دي. أي شرف معاك يا رجاله حضرتك عصام صاصة؟ لا. طب عصام طاسة؟ لا. إبراهيم مصاصة؟ عايز واحد منكم يقول لي ايه افضل 5 افلام بالنسبه له. بالنسبه لك لا لا يا باولو يا باولو. لا افلام عاديه. عندك مثلا يعني مثلا إلا حسيس مفيش فايدة. الحين والسنة تمام الغابة تمام سيدي في الكون ماشي بقى واحد بس تمام كده. اسألني ماشي انت ايه افضل 5 افلام بالنسبه لك؟ تمام. الرابع ماشي بس خلاص. طيب يا سيدي شكرا. انت يوم تاني تاني؟ انت ما بتحرمش. قول. رغم انه مش مسلسل بس ماشي. خلاص تمام ماشي. وعندك مثلا عندك مثلا يعني تفتح الكيسة. بما ان اللي انتوا عارفينهم مسلسلات فقولوا احسن 5 مسلسلات. ماشي. اه زي الفل. تمام وسفاح تمام جوهر تمام يا زميلي. تمام زي الفل كده. براحتك. اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم؟ ممكن تسألوه. ماشي. ايه افضل 5 افلام عبد الحليم حافظ. ده كده عظمه قوي. ده كده عظمه قوي. عبد الحليم حافظ فيلم ام كلثوم نجاة. دي افلام وده ام كلثوم تاني؟ والطيخ عشان قديم. دي افلام. صدقني انا لو اعرف اقول لك. ممكن تكتب اسم السويس. اسم ايه؟ السويس ما انا السويس. انا من السويس. ما انا من السويس يا اسطى. ودي كانت قائمة الناس، والقائمة بتاعتي كالآتي: الخامس فري جاي، أفضل فيلم شفته لرايان رينولدز، فيلم كوميدي خطير قصته مختلفة وحسسني فعلا إن جوه لعبة. والرابع والتالت مش محتاجين أسباب، هما بيتكلموا عن نفسهم. انترستيلر الرابع وانسبشن التالت. افضل فيلمين شفتهم لنولان: انترستيلر افضل فيلم اتكلم عن الفضاء وافضل من قدم عامل اختلاف الوقت في الفضاء عن الارض وقصه جميله وتمثيل خرافي. انسبشن اكتر فيلم فيه ناس كتير مش فاهماه لانه محتاج تركيز كتير. فيلم بيشدك من الاول وفيه اثاره وتشويق ودراما من افضل ما يكون. هتطلع من حلم تدخل في اللي بعده. وفيه المشهد الاسطوري الاخير بتاع البي بليد اللي فضل يلف في الاخر ومعرفناش هل هو كده لسه في حلم ولا لا. فشيء خرافي من الاخر. والتاني سلسلة أفلام بايرت اوف كاريبيان، تاني أفضل عمل عن القراصنة بعد ون بيس، لكن كقراصنة واقعيين بايرت اوف كاريبيان أفضل. مغامرات أسطورية وشخصيات عظيمة، كفاية جاك سبارو بس اللي يعتبر واحد من أفضل الشخصيات اللي هتشوفها في أي عمل. والأول بلا منازع أفضل فيلم وأفضل سلسلة أفلام، السلسلة اللي بتنافس أكبر المسلسلات والأنميات، سلسلة أفلام لورد اوف ذا رينج.
قصة عظيمة، عالم كبير جدا وله تاريخ كبير، شخصيات عظيمة ومغامرات خيالية، افضل عمل فانتازي شفته في حياتي. وبالنسبة لمنافسينه في مجال الفانتازيا زي جيم اوف ثرونز ومانجا بيرزيرك فلسه ما شفتهمش، لما اشوفهم هبقى احكم وقتها. وبكده يكون انتهى الفيديو. ما تنسوش الاشتراك واللايك، واهم حاجه يا ريت تشاركوا انتوا كمان في التعليقات وتعرفوني ايه افضل 5 افلام بالنسبه لكم، وايه افضل لستة افلام عجبتكم في الفيديو، الليسته بتاعتي ولا واحد من الناس. يا ريت تعرفوني في التعليقات. وبس كده، الى لقاء قريب وسلام.